المكنة دي زي ما حضراتكم شايفين فيها مشكلة في الإشارات. طبعا المكنة فيها قفلة في الإشارات، إن الجنب اليمين شغال والجنب الشمال في مشكلة مش شغال. طبعا احنا عمالين بنجرب اهو، الجنب اليمين زي ما حضراتكم شايفين شغال والجنب الشمال مش شغال. طيب الانتظار مش شغال، القفلة اللي في الجنب الشمال مأثرة على الانتظار، فطبعا الانتظار كده لما بنشغله ما بيشتغلش. طبعا بدأنا نفحص دلوقتي مكنة الفليشر، لقينا القفلة مسمعة في مكنة الفليشر. طبعا اهو زي ما حضراتكم شايفين احنا بنحاول نجرب، اليمين برضو شغال والشمال في مشكلة. كده انا المشكلة معايا في الجنب الشمال، لان مكنة الاشارات شغالة زي ما حضراتكم شايفين. طيب هنبدأ نفحص دلوقتي ونشوف مع بعض المشكلة فين. بس طبعا المشكلة هتكون في الإشارات. طبعا بدأنا نفحص كده قدام في الإشارة الشمال، بدأنا نفصل السلك بتاعها زي ما حضراتكم شايفين علشان نجرب ونشوف المشكلة فين. وطبعا زي ما جربنا شايفين حضراتكم بنجرب لقينا الجنب الشمال شغال. طبعا بنحط الإشارة بيعمل شرز زي ما حضراتكم شايفين كده، بيعمل شرز لما بنلمس الإشارة الشمال بيعمل شرز. لما بنجرب بلمبة البيان بيشتغل كويس. أصبح معايا المشكلة كده في الإشارة الشمال اللي قدام دي. هنفكها مع بعض، وزي ما حضراتكم شايفين فكينا لقينا اللمبة مسودة ومفحمة. طبعا وانا بحلها الحمد لله جت سليمة، يعني اللزة بتاعتها اتكسرت. هنبدأ نغير اللمبة ونشوف مع بعض ايه الدنيا. وطبعا بعد ما غيرنا اللمبة الحمد لله الدنيا اشتغلت تمام، والجنب كله الشمال اشتغل زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين كده الانتظار شغال 100 100، والجنب اليمين والجنب الشمال شغال زي الفل. دي مشكلة بسيطة حبيت اشاركها مع حضراتكم، وياريت لما تقابلنا مشكلة في الكهرباء يا جماعة ما نستناش عليها ونروح للفني فورا علشان نحل المشكلة، علشان مشاكل الكهرباء ممكن تؤدي الى كارثة وممكن تخليك تخسر الضفيرة كلها. اتمنى دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم.